وشوفوا وصلنا الى اي درجه من الانحطاط والابتذال. انا متخيل طبعا حضراتكم كلكم قلتوا ايه يعني. ده اسمه ايه؟ يعني ده اسمه ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ يعني انا مش عارف ابدا منين وانتهي فين. هل في قذاره اكتر من كده؟ هل في انحطاط اكتر من كده؟ هل في يعني انا من كتر الاشمئزاز وانا بتفرج على الفيديو عمال اقول لهم ايه يا جماعه القرف ده؟ ايه يا جماعه القرف ده؟ هو في كده؟ فعايز اعرف مين عبقري زمانه اللي فكر في الفكره الحقيره دي. دي فكره حقيره. اولا من مبتداها حقيره. يعني ان انا اجيب رقاصه لاطفال ايتام صغيرين، اجيب لهم رقاصه ليه؟ يعني ايه فكره ان انا اجيب لهم رقاصه؟ مع في جبت الدي جي وبشغل الدي جي مزيكا واغاني والاولاد يتنططوا ويرقصوا مع الاغاني وخلاص. عايز اجيب لهم حد يهططوا ويهيصوا، اجيب لهم مغني يغني وهم يردوا عليه وبتاع وتمام. لكن انا افكر ان انا اجيب لهم رقاصه، ده بدايه البوظان، ده بدايه البوظان. ثم اوفر بقى بدل الرقاصات ما هم غاليين اجيب، انا اسف يعني مش قادر اقول الكلمه، مش قادر اقول راجل. لان انهي راجل اللي يرضى انه يبقى بالمنظر المتدني ده؟ اجيب راجل البسه لبس رقاصه واركب له باروكه واحط له حاجات في الحاجات واحط له روج ويقف يتمشخع ويتمسخع ويتقصع كده قدام البتاع وعامل نفسه رقاصه. ايه ده؟ سيبكوا بقى من كل السفلات دي. هو السؤال المهم، انتوا واخدين بالكم انتوا بتعملوا ايه في العيال الصغيره؟ يعني حد بس خد باله؟ مش اللي فات يعني كل التفكير واعتقد كلكم رحتوا لفكره ايه الشاب الشاذ ده وايه القذاره دي وايه القرف ده وايه ازاي يعمل مش عارف ايه وكذا وكذا والواد ده مش عارف ايه تمام ولا مش تمام؟ مش قضيتي يولع. انا قضيتي في انتوا عارفين يعني حركه زي دي في السن ده تعمل ايه؟ وبعد كده تستغربوا احنا ليه الشذوذ بيزيد في مجتمعنا والتحرش بيزيد في مجتمعنا وكل الشمال بيزيد في مجتمعنا. ما انتوا بتربوا العيال على كده. النقش في الصغر كان نقش على الحجر. اللي انتوا بتنقشوه دلوقتي في السن الصغير للعيال هو اللي هيثبت زي الحجر كده لما يكبروا. فهو ده الفن وهو ده التسليه وهو ده الترفيه وهو ده الاحتفال من وجهه نظركم للاطفال الصغيره. ولما العيال الصغيره دي تخش اوضها بالليل وتقلد الباشمهندس الشمال اللي كان واقف ده، معرفش ده هو ولا هي ولا مش عارف اساسا ده سكته ايه. فيخشوا يلبسوا بدله رقاصه ويحطوا حاجات ومش عارف ايه ويبقى العيال كلها مسخ. مين اللي سمح بكده؟ يعني في سلسله بشر اكيد سمحوا بكده، اللي جاب والدي جي اللي وافق انه يلعب مزيكا على مش عايز اقول بني ادم حتى، والدار والمنطقه. ده انا حتى بلوم على العيال المفروض ما يتلموش حواليه، لما يشوفوا المنظر القذر ده يسيبوه ويمشوا.
او ينزلوا ضرب فيه لحد ما يقول الله حق ويرجع للفضيله. وصلنا لكده، وصلنا لكده. وكده فاهمين ايه؟ ده كده اللي عملوا الحكايه دي فاهمين ان هم كده ناس بتوع خير وعاملين حاجه حلوه للاطفال الايتام. يعني تلاقيهم روحوا بالليل وقال لك الحمد لله كده رضينا ضميرنا واسعدنا الاطفال. عرفتوا انا من الاول متضايق ليه بقول لكم يا نهار اسود؟ هو انتوا بجد ولا انتوا بتقفوا قدام مرايه ولا مرايات بيتكم كلها مكسره؟ بتقفوا قدام مرايه وتشوفوا نفسكم كده وتقولوا اللي احنا بنعمله ده صح ولا غلط؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الواقعه اللي فاتت دي والله انا بقول لكم اهو لا يجب ان تمر مرور الكرام. هي دي كانت فين؟ دي كانت في بورسعيد ولا كانت فين؟ بورسعيد صح؟ انا عايز محافظ بورسعيد، انا نداء اهو بلاغ من العبد الفقير الله اللي اسمه تامر امين على الهوا. بلاغ الى السيد محافظ بورسعيد، حقيقه مش عارف اسمه. بعد حضرتك المحافظين الجداد دي لسه ما حفظناش الاسماء الجديده. بلاغ الى السيد محافظ بورسعيد. تحقق وحقق في هذه الواقعه وحاسب كل من اشترك فيها. شوف ده دار ايتام ولا دي دار خاصه؟ الدي جي ده تبع مين؟ والباشمهندس اللي جه ده مين اللي دفع له ومين اللي جابه؟ والولد ده تبع ايه؟ فرقه مش فرقه ولا لوحده؟ وكله لازم يتعاقب. لا يجب ان يمر هذه هي الواقعه مرور الكرام، والا نبقى كلنا مشتركين فيها. هذه مسؤوليتك يا محافظ بورسعيد، وستسال عنها امام الله وامام المجتمع. هو اي حد عايز يعمل اي حاجه شمال يعملها وتعدي يعملها، هو حر، بس ما تعديش، لان في قانون وفي اخلاق في البلد دي. اسمه ايه المحافظ؟ اللواء مجدي نصر الدين. سياده اللواء انا بشكي لك وببلغك على الهواء اهو بلاغ، حقق وعاقب. هذه واقعه تمس الشرف المصري وتمس اهانه بالغه للاطفال الايتام اللي اتحرشوا بيهم. ده تحرش، اللي اتحرشوا بيهم ده تحرش وجريمه يعاقب على القانون الحقيقي. هزروا كمان، هزروا. كويس انا افتكرت. وبذكر الهزار، فاكرين حضراتكم